بالمسطرة فاكر سفطرة كل مرة اشوف البنت طعمها يتضرب عايزة مني ايه يا ترى وكان باكل بيتصرف رجلها تجروح وعدي من ليالي القرف. احنا بقالنا كتير ما جيناش هنا، انا عارف، انا اسف جدا جدا، بس بوعدكم ان هنا على يوتيوب تحديدا نقله تانية خالص 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 باذن الله تبسطكم. النهارده مع ابو الانوار نازل البوم كبير قوي، بس خلينا نقول لابو الانوار مبروك على حاجتين. اولا مبروك على الدوري، يعني ماشي، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب، ومبروك يا سيدي على الالبوم الجديد. طيب احنا هنعمل ايه في الالبوم؟ لو انت ما كنتش اتفرجت على تيك توك، فانا على تيك توك نزلت هو نكش مين، وبرضه لو انت ما اتفرجتش هقول لك في وسط الطريق. بس احنا هنبدا الالبوم من اكتر تراكات عجبتني لاقل تراكات عجبتني. حلو نبدا مع اكتر تراك عجبني، وطبعا انت متوقع هيكون ايه؟ فاميليا فري ستايل، صح؟ لا ده مش اكتر تراك عجب. بس خلينا قبل ما نبدا كده يعني لايكاتكم الحلوه بقى والشير والسبسكرايب والحاجات دي، علشان احنا ما بنطلعش هنا كتير، فوارد الريتش يبقى واقع، وارد يعني، مش عارف، بس انا دايما بيبقى عندي ثقه فيكم. انا ما بطلعش كتير وبلاقي الحمد لله الحاجات بتجيب فيوز الى حد ما كويسه بالنسبه للارقام بتاعتي. طيب اكتر تراك عجبني هو اسمه بندر، معرفش انت عارفه ولا لا، بس ده تراك مرعب. التراك ده يا صاحبي produced by سول جي وميكسد باي طياب نوح، وبنعزي طياب نوح في وفاه والده طبعا، بقاء لله، يا ريت نقرا له الفاتحه. والماستر مروان سامي. طيب خلينا نتكلم بس عن البرودكشن الاول في الالبوم. انت هتلاقي اسماء غريبه كتير، هتلاقي سول جي، وهتلاقي مش عارف جاز ايه، وهتلاقي بيري، وهتلاقي كذا حد. اتضح ان الراجل ده كان بيشتري بيتات من على الانترنت من البروديوسرز دول، وهم بروديوسرز اجانب، ولكن خلاص اصبحوا على تواصل وبقوا بيشتغلوا مع بعض وبيعدلوا حاجات في البيت كمان عشان تليق على ابو الانوار. هنشوف التراك ده بقى. اخر فترة في حياتي في حاجات كتير قوي مش فاهمها. انت في البدايه بس قبل ما نخش على ابو الانوار، انت سامع البرودكشن، سامع الالات المختلفه اللي انت عمرك ما سمعتها في تراكات ابو الانوار، وده الثيم اللي موجود في الالبوم كله. هو ده ابو الانوار جديد عليك. لو انت مستني ابو الانوار بتاع ماشي دغري قوي يمين، مش موجود ابو الانوار ده، يعني اعتقد هو اختفى بالنسبه له، وبقى في ابو الانوار بكاركتر جديد ناضج الى حد ما، وده باين في كلامه قوي. معرفش دي لو كدبة، معرفش امتى هبقى خايف على اخواتي من مجهول في المستقبل، من مجهود في المستهلك. فاسف لو بتعصب، اسف لو هزقتك، اسف لو كان اسلوبي حد، بس خايف على وقتي ووقتك. ما الناس بتتغير وتخون، تتضير تتلون، كنا صحاب بنشير ونكون، بنفير وندون، كله شيل الهم بدري غم بدني يا رب هون. باتلر يا صاحبي، باتلر، وابتدى يستخدم مهاراته في الباتل راب. اسمع الراجل كاتب ازاي بقى، واسمع الراجل بيقول ايه. قال لك اخر فتره في حياتي في حاجات كتير قوي مش فاهمها، ساعات بكون قدام الناس هادي بس جوه دماغي في اصوات كتير بتنده، معرفش دي لو كدبه، معرفش امتى، معرفش دي لو كدبه، معرفش امتى هبقى خايف على اخواتي. دي بقى جامده قوي قوي. ببقى خايف على اخواتي من مجهول في المستقبل، من مجهود في المستهلك. باتلر واقف بيباتل قدام المايك، فاسف لو بتعصب، اسف لو هزقتك، اسف لو كان اسلوبي حاد، بس خايف على وقتي ووقتك، ان الناس بتغير وتخون وتضير، نتلون، كنا اصحاب بنشير ونكون، بنفير وندون. باتلر فشيخ، باتلر فشيخ، وابتدى يستخدم نقط القوة بتاعته في انه يحطها في تراكات، وخلاص ابتدى يحط رجله على الطريق. التراك ده مرعب، خش كمل معايا، لسه بدري قوي. فلوس كتير نفوس تشيل دروس تزيد الدنيا سنتر، نور فجومي اسلوب هجومي بس راكب ديفندر. فلوس كتير نفوس تشيل دروس تزيد الدنيا سنتر، دروس تزيد والدنيا سنتر، السنتر التعليمي. نور فجومي اسلوب هجومي. نور فجومي، الفجومي ده اللي هو عمنا الله يرحمه احمد فؤاد نجم، ده كان شاعر مشهور بانه الفجومي. بس البار ده انا شفته قبل كده في سايفر باسم يوسف، كان MC امين تقريبا قال اسلوب هجومي قريب من اسلوب نجم الفجومي. انا شفت التشبيه ده قبل كده، بس الجيل الجديد ما شافش التشبيه ده وما يعرفش مين الفجومي. وفلوسي بتكلمني كل يوم بتقولي خايف اخس حاجه، اتعودت الوجع خايف احس حاجه، مش عايز انزل النهارده بس خايف امس حاجه، فوم وسمعت الكلمه في حصه مس حاجه، ما كنتش شاطر في جامد قوي
قوي. بص يا صاحبي الكتابه قال لك وفلوسي بتكلمني كل يوم بتقول لي خايفه اخس حاجه، بتقول لي خايفه اخس حاجه، خايفه اقل، تعودت الوجع، خايفه احس حاجه، مش عايز انزل النهارده، خايف امس حاجه، خايف افقد حاجه، فومو، سمعت الكلمه دي في حصه مس حاجه، ميس حاجه يعني ميس حاجه انا مش فاكر اسمها، مش فاكر اسم الابله كانت ايه يعني. وفومو دي اللي هي فير اوف ميسنج، ان انت خايف تفقد حاجه. انت فاهم هو لعبها ازاي؟ فاهم الراجل ده بيكتب ازاي؟ وزي ما بقول لك هو مش فاكر اسم المس، لانه بص بعدها قال لك ايه، ما كنتش شاطر في المدرسه بس كان عندي حضور زي الزمالك. يا عم خلاص بقى عرفتها، كل سنه طيبين، مبروك الدوري، هي مره خلصنا. الله معلش انا عارف والله ان معظم المكسيك زملكاويه ما عدا سانتا، بس تمام يعني مبروك عليكم. ده اكتر تراك عجبني. انا بحب ابو الانوار ده، بحب ابو الانوار بتاع دفتر احمر، يحب ابو الانوار الكئيب، لانه ما بيبقاش كئيب لمجرد الكآبه، لا ده بيبقى فيه سكيلز زي ما انت شايف. خش على تاني تراك عجبني، وطبعا انت عارف هيكون ايه، خلاص بقى فاميليا. فاميليا ده بروديوسد باي بيري، والميكس باي ميكس، وماسترد مروان سامي. احلى مثال اصحاب المدرسه والمنطقه، انا هنا هو خرب الدنيا، عندي عايز وناس تموت في كل حته من حدود المانيا للوصول لحد المنيا، تعملوا هيتات فبعمل راب يكون هيتات لك اثبت لكم انها عادي مش كيمياء، انا ظابط الحميه، صاحبتك بتلاقي الستوريز بتاعتك تبقى حسك ظابط الاريا. ابا كلاسيك ابو الانوار اللي انا بحبه جدا جدا جدا، ولكن السبيد دبل في 2 عن سرعه ابو الانوار العاديه. وهنا طبعا قلت لك ان في نكشايه لمروان موسى من حدود المانيا للوصول لحد المنيا، ونكشايه لزياد زازا تعملوا هتات فبعمل راب يكون هتات لك اثبت لكم انها عادي مش كيمياء، لعبت كوف ديسات لعبوني في الهتاتا، بيبتدى يلعبك في الهتاتا هو صح. اسمع الفلوهات واستمتع معايا. معلش ممكن نقف 3 دقايق احترام وتقدير للسويتش فلو اللي هيحصل ده؟ معلش اسمعوا معايا، ادخل اتفرج عندي هتشوف انا انتقدت الراجل ده قد ايه. انا مبسوط انه عمل كده، فعشان كده هتحسني متحمس زياده عن اللزوم ليه، لانه موهوب جدا بس كان مقصر في حق نفسه جدا. بص السويتش فلو ده واتحداك ان انت مش هترقص معاه. طبعا في حد رخم هيقول لي ما رقصتش معاه، ترقص يعني انت كئيب عامل لك بلح انت في الوكاله وكل زمايلك مجهول، مش هسبب المسطره فاكس افطره، كل مره اشوف البت طعمها ويتضرب، عايزه مني ايه يا ترى، وكان باكل بيتصرف رجلها تجروح وعدي من ليالي القرف. جامد فشخ جامد فشخ. لا 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 بالنسترة تدين ترى، لا 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 ترى، فلو حلو قوي قوي، اكتب عليه اي كلام هتلاقيه بيرقص. بقيت في الدوسيت واقف في زورك، بقوا فانز كانوا بيشتموني وده هيت تسقيطه، كذا جزء بالذات كانت غويطه، صعب عليكم بالنسبه لي دي بسيطه، مكسب عندي جوه دم ده عقيده، خصامي عبيطه اكسر لك ايدك، بعتلي على مالي بتقولي بريدك، معيدك بتقولي هظبط. الفلوهات هنا عظيمه والرص حلو فشخ. وبص هنا يا صاحبي قال لك ايه، قال لك بعتالي على ميلي بتقول لي بريدك، بعتالي على الايميل بتاعي وبتقول لي بريدك، انا عايزاك وبريدك عشان ميل، بريد والميل. فاهم الصياعه صح؟ اخر فلو اسمعوا. قابليني فين في ده سبت والحد مش فاضي، ده زي الاتنين والتلات وده بجد، 4 5 جمعة برضه مش فاضي، بشتغل ففلوس بتتعد. اسكت خالص واستمتع بجد. قعدت تقول له غير، وقعدت تقولوا له اعمل حاجه جديده، عمل حاجه جديده. ممكن بقى نسبورت؟ لا مش هتسبورت، مش هينفع. ليه؟ هو كده احنا جمهور الراب، مش كلكم والله العظيم، بس في جزء كده، بما اني على يوتيوب يعني فاخد راحتي شويه، جزء كده بقى صعب قوي، بقيتوا صعبين قوي والله العظيم، اتاكرز بس يعني على كل حاجه. حد ما بيحب زياد زازا بقى زياد زازا وحش، حد ما بيحبش ويجز، اصل ويجز ساب الراب وما بقاش بيعبرنا. يا عم يعني خلاص، من الناس دي مش شغاله عندنا. الناس دي برضو عندها نفسيه، قررت انه هو حس حاجه معينه، حس انه عايز يعمل التايب ميوزك ده، حس ان هو مرتاح فيه وبيكسبه، فخلاص هو مشي فيه. انت قلت له مره واتنين، التالتة خلاص بقى سيبه يعني فاهم، هو مش شغال عندك. نخش على التراك رقم 3 اللي عجبني، كان اسمه ايه بقى؟ مفركش من تاني. تعالى بقى وخد نفسك، علشان ايه، احنا في حاجات حلوه في التراك ده، رغم انه تالت تراك عجبني، الا انه في حاجه مش عجباني. خد بالك انا بصور الساعه 5 الفجر، فمشي الدنيا معايا. انت عملت لايك؟ يلا انت عملت لايك يا صاحبي ولا نسيتني؟ صح نسيتني انت منين؟ نسيتني انت يعني. اعمل لايك الله يبارك لك، اكتب لي كومنت
يعني احبك كده، تعالى على انستجرام واعمل لي فولو هناك، عشان انا نفسي هناك اوصل 100,000. مش عايز اوصل اكتر من كده، انا 63 ولا 64 وشويه حاجه كده يعني، عايز اوصل 100,000 هناك. ليه والله ما اعرف يعني، مش فارق معايا الارقام، بس بحس ان الحاجات دي بتفرق. فركش من تاني، بروديوسد باي معجزه. معجزه انا بحبه جدا جدا، والميكس باي ميكس، وكمان دكتور معجزه، والماستر ده الالبوم كله مروان سامي، عشان ما نعيدش الكلام كتير. شاوت اوت مروان سامي، يعني ايه لما بلاقي اسمه على الماستر بعرف ان انا هتكيف. يلا بينا. برودكشن تقول للالبوم، برودكشن مختلف جدا. يعني ايه اللي يخليكم تفكروا في اغنيه لمحمد رحيم؟ فاهم الناس بتحاول تختلف راحوا الاغنيه لمحمد رحيم الله يرحمه وسامبلوها. فركش من تاني، حاسس الوحدة مكاني، لا كده مشكلة مش فيهم، شكل انا لازم اعيش وحداني. طب ما عندي ما كانتش عجباني، طب ما 1000 واحدة غيرها عايزاني، طب ما اصلا كل مرة جربني اقرب بساكب وتنشف. فركش من تاني اهلا بك، لسه مفركش بيتي والاستوديو بيتي التاني. مايك ميري ومايك نايم، كارت صوتها كله كوب بالانسياجا من بعيد وغالي. انت بتراب على سرعه كام انت؟ يعني التيمبو ده ايه يا صاحبي؟ من اكتر الفلوهات السريعه اللي سمعتها لابو الانوار، ومن اكتر الفلوهات اللي انا حاسس ان هي لسه محتاجه سنه منه، علشان السبيتنج بتاع ابو الانوار. ابو الانوار لما بيفاست فلو بيخلينا نحفظ اصلا، ما بتحتاجش انك تعيد وراه كتير، لا تقول ايه قال ايه. بس هنا انا احتجت ان انا اقول ايه ده قال ايه، لانه اسرع منه بكتير. اعتقد لسه هيجيب اكتر، لانه عمل ده اكتر من مره في الالبوم، فلسه السبيتنج فيه مشكله، لانه بيحاول يلاحق. بطلت اشتكيها من حد عشان ما عاوز حد يوم السبت يجي لحد يعمل نفسه مش فاهمني، كاني قاعد جنبه برضه بالاسباني. وناسي احزاني، هي عايزك عشان تخرج وتسهر، اما انت عايز عشان تسهر، مفيش حاجه مجاني. مش عايز اعاني، كل كلامي من دهب، مسكت تلفها في الساحل ودهب بيسلطن كلامي. ده بقى ما كانش موجود بقى عند ابو الانوار يا صاحبي، انه يسكت شويه فنسمع المزيكا. ده ما كانش موجود، ده هو كان بيرص بس. دلوقتي سايب مساحه للمزيكا تقول وراه وتلعب وراه، مش مجرد بيت صايع وبس، لا في الات موجوده، في تكوين، في بيلد اب للمزيكا بتحصل. بدا يفكر في المزيكا اكتر ما يفكر في ان عايز اعمل فلوهات روشه وبس. هنا بقى اللي هينقل ابو الانوار حته تانية خالص، لو الجمهور تقبل منه ده. انا تقبلت ده، معرفش الناس هتتقبل من ابو الانوار ده، ولا هيبقى عايزين برضه ابو الانوار الروش اللذيذ اللي بيعمل الهتات وبس. فيا حلم ده مبربش، حزين بس مدردش، حزين ما تغنيلي، او تقيلة هتجيلي، حسب ما موج يرميني، لازم بعوم وانا تجيني، وربك يستر عليا عليني، عشان عينيها على البحر. انا بقيت بنزل اللاجون عشان نسيت الصح، انا بقيت بغلط ومش بغلط لما اقول، انا بقيت سيلفش ومش فاهم الدموع، انا بقيت كده من زمان كنت مخدوع، لسه مستنجيلي منك ساعتها بسرعه، بس نسيتها بسرعه كده، واحنا مفكشين ما كملناش اسبوع. فركش من تاني. فلوهات حلوه قوي 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 في التراك ده. سبيتنج عندي مشكله فيه وهي بس زي ما قلت لك السرعه، هو بيحاول يلحق كلامه، فاعتقد هي لسه بس محتاجه شويه تدريب اكتر يعني. دي ازمتي بس مع التراك ده، بس كتراك انا زي ما بقول لك خليته ثالث واحد عندي. طيب بعد كده كان في ايه بقى؟ عشان كنت مرتبهم قدامها يا صاحبي عشان ما نروحش في حته بايظه. عايز هدوء، انا عايز هدوء. ما اعرفش انا سرحت دلوقتي يالا في طاجن اللحمه بالبصل، والله عظيم. طاجن لحمه بالبصل، والبصله تبقى مسكره سنه، وجنبها شويه رز بشعريه، وتاخد البصل ده ما ترموه، هو مش كده وخلاص، البصل ده بيتحط على انت انا اسف جدا، انا سرحت قوي قوي. تعالى سيلافي، احنا قلنا ايه؟ عايز هدوء. بروديوسد باي بيري وميكس باي ميكس، والماستر خلاص قلنا مروان سامي. انا اسطوره ما شاء الله الحمد لله، وصل كل خصومه. في البدايه طبعا خلاص بقى ابتدى يقول لك على البيفات اللي هو دخلها. انا اسطوره ما شاء الله الحمد لله، خلصت على كل خصامي، عايز هدوء. خلصت على مروان موسى في البيف، وخلصت على زياد زازا في البيف، انا بس عايز هدوء بقى بيني وبين نفسي. انا هموت اعيش وانا عايش ريتش، انا مش جاي في حك، انا اسمي لوحده يعلي الريتش، مهندس صوت لحريمي تخصص علي البيتش، وميمي الاول كانت شاكه ان انت سحره اللي بتقول انت ويتش. بس الرصه الاخيره دي غريبه، بس عاجبني اللي في الاول ده. يا هموت يا هعيش وانا عايش ريتش، انا مش جاي في حك، انا اسمي لوحده يعلي الريتش، مهندس صوت لحريمي تخصص علي البيتش. مهندس الصوت
بيعلي البيتش بتاعه الصوت علشان يعني مش عايز اتكلم تكنيكال قوي علشان بس لما بنعلي البيتش بتاعه الصوت احنا لو صوتك انت كده هو زي ما انا بتكلم ممكن يبقى صوتك كده فاهم، عشان معلين البيتش. والبيتش الثانيه انت فاهم بقى مهندس صوت لحريمي عشان بعلي البيتش، قليل ادب ماليش دعوه بيه. صراحة أنا عارف غلطت في إيه بس أنا مش ندمان. لو ما كانش اللي حصل ده حصل ما كنتش أكون نفس الإنسان. بكل صراحة ما أعرفش أنا الراحة بشتغل تتخض من بطلب كام. أمي دي عرفت ربنا بدأ ورب المجيب. فاكر بدايتي وسط البلد دلوقتي بقى عندي تذكار من كل البلد. أنا وحسين صحاب البلد انت وزميلك حسالك كتكو نيلة كتكو بلدنا في المعمل مش طالبة شرف صعب بسرعة صرف. يا عم هي الفلوهات دي ببلاش يا اسطى، في ايه؟ في ايه؟ انا مش فاهم. ماشي بيتنقل كده على بس استنى بنتكلم مع الناس يا اسطى. ماشي بيتنقل في الفلوهات على البيت بمنتهى السهولة بمنتهى السهولة ومنتهى السلاسة. هو الالبوم ده انا ما اعرفش يعني الناس حكمت عليه بناء على ايه؟ ولا ذوق الواحد هو اللي بقى غريب ولا؟ بص يمكن ده من وجهة نظري برضو. انا بحب الحاجات اللي فيها بيلد اب، بحب الحاجات اللي فيها ستوري. فهنا في ستوري راجل عمال بيحكيها، بيحكي عن واحده والواحده دي عملت فيه ايه وبعد كده قال لها ما تكلميني جايز نرجع زي زمان. وبعد كده ابتدى يحكي لك بقى عن نفسه انه اصلا زمان ده انا بدات في وسط البلد وبعد كده بقى معايا تذكار من كل بلد. بيحكي لك قصته، فانت في رحله عايشها معاه. جايز يكون الفليكسنج مثلا بوظ الناس، حس ان الناس هو يعني ما بقوش بيحبوا الحاجات اللي شبه كده. ما بقتش عارف لسه، ما عنديش ميزان اوزن بيه الناس بقت بتحب ايه وبتكره ايه، فاهم قصدي؟ بس التراك ده بالنسبه لي برضو من احلى التراكات. هندخل على البونبونايه وبعد كده بقى ايه نعدي على الباقيين، اقول لك بقى ايه في حاجات فيهم ما جاتش معايا قوي. البونبونايه بتاعت الالبوم طبعا انت عارفها، كل ما بزعل او كل ما ازعل. ابي يوسف وابو الانوار ودس وبروديوسد باي ليل بابا. اسمع ابيو بقى، اسمع ابيو لما قرر ارجع زي زمان بحبك لا 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 ما اتمناش افلام عايز بالترباز لو ناحيتي قلبي مات مش لاقي لك ذكريات يمكن ما بقتش حساس مايا وبلمع تلج واكس لعبة اللي يحس يخسر لعبة اللي يقدر يخسر عادي بتحصل كل ما ازعل بتزيد الاصفار كل ما افتكرك ما تخطاش. اطلع فوق الترابيزه طيب يعني يرضيك يا ريس اطلع فوق الترابيزه؟ طب ما انت بتعمل فينا ايه؟ والله العظيم بتعملوا ايه؟ نفسي بعض فيش انجاز مش لبعض ما فيهاش جواز عرفني صعب ما فيش احساس ونانشالون بس نجم الجيل. بص ابو الانوار هنا مقارنه بكل الحاجات اللي في الاول بالنسبه لي خس سنه في هنا ابو الانوار. ليه؟ علشان هو زي ما عدينا كده بندر دي صحيح انا نسيت اشرح لك يا جدع. بندر دي انت لما بتقعد مثلا في حفله من الحفلات بتاعت اللي فيها ضرب وفيها حاجات شبه كده ربنا يبعد الجميع عنها، يعني تفضل قاعد فيها 3-4 ايام فرايح من هنا لهنا تافطر من هنا لهنا لهنا، فبيقولوا انها دي بتبندر فيعني ربنا يبعدك عنها. فانت بقى بعد بندر فاهم وبعد عايز هدوء وفاميليا ومفركش من تاني فتخش على ابو الانوار ده تحس انه لا ما فاهم يعني ابيو تمام. بس هنا انت مش شبه الالبوم كله، فاهم قصدي؟ مش معنى كان التراك وحش زي ما قلت لك ده البونبونيه تاخده كده تطلعه من الالبوم تراك سنجلايه حلو قوي بس جوه مش حاسه لايق على اللي احنا فيه خالص خالص. زي ما قلت لك هو سنجلايه حلوه، سنجلايه نزلت لوحدها بومايه جميله لذيذه شرقي مقسوم على ابوه. هو الالبوم تحسه بس كده في حاجه يعني ايه انت معاهم ليه؟ انت مع التراكات دي ليه؟ لا انت استنى لوحدك انزل بعد الالبوم. ايه كمان عندنا؟ صاحب ماما. ما شو قلنا بقى بلاش سيره الام ماشي. بروديوسد باي طياب نوح ودي اول مره اشوف برودكشن لطياب وكو برودكشن نوفل تريبل زد والميكس طياب والماستر مروان سامي. التراك ده بالنسبه لي الكورس قصدك مرمية قصص منهية شيكات مصروفة انا صاحب ماما حب تعالى وخد مصروفة وانا لما اشوفك مش هراعي ظروفك ما زميلش الشاب الندل ولا البت المهفوفة ولا زميل سنيتش بالعافية بجامل البيتش علشان ما اكدبش ما قبضتش يبقى ما جيتش وبكل بجاحة عايشين عيشة مرتاحة ماسكين احداث تفاحة فيا رب ما نتحسدش. الكورس حلو قوي قوي متلحن حلو جدا وعجبني. ما زاملش الشاب الندل ولا البت المهفوفة ولا زامل سنيتش بالعافية بجامل البيتش. تمام متلحن حلو كتابته عاديه بالنسبه لابو الانوار بس هو لذيذ حلو قوي على البيت. في حاجه بس انا ما عجبتنيش
انا اسف. اتخبل طب هو انت مستجد فمش عارف انا مين هتعدي ازاي وانا حيطه سد فانا بجاوب اقول وانتوا منشدين وانا خارج من الباب عيون كتير ما ينفعش نعمل كده خالص، مستحيل. ده ميدو هو بيزعل لحسن شحاته كل مره تخرجني. طيب انا فاهم التجربه، بس يعني جلت في الايفكت ده. كنا ممكن نلاقي حاجه احلى كتير، احلى كتير. فاهم؟ ما جاش معايا خالص، انا اسف. قصتك مرميه قصص منهيه شيكات مصروفه سامع صوتك حلو ازاي؟ تحط افكت ليه؟ تعالى وخد مصروفه وانا لما اشوفك مش هروح انت صوتك تريد مارك اصلا، يعني لما نحط عليه افكت يا يوديه فعلا في حته تانية على راي سيف زاهر، يا ما نسيب صوتك عادي. فده في صاحب ماما. خش على ميكس كحول. يعني اللي عجبني فيه هو زي ما قلت لك الكورس بس. ميكس كحول في دمي فلازم انا اسوق متأني قلبي ده كان متني بس صلحته بفني وصولها تقول لي يا عمي عليك وانا مش هسمي مصنع طب وهرمي. الكورس هنا برضو متلحن حلو قوي قوي. ميكس كحول في دمي فلازم السوق متأني، حلو قوي. والسبيتنج بتاعه حلو جدا. تعال نخش بقى على العاب ابو الانوار والورد بلاي، اللي هو بيجيب كلمه ليها معنيين ويلعبها في نفس البار. عندي طبنجة في جنبي وما يغركش البامبي وانا مسحول في براندي بس ما اضربش براندي. وانا مسحول في براندي بس ما اضربش براندي. انا مسحول في براندي في العلامه التجاريه بتاعتي اللي هي اسم ابو الانوار، بس ما اضربش براندي، مش هضرب اللي هي الكحول اسمه براندي. يعني لعب اللعبه دي تاني. حلمكم توقيعي وفي ناس تانيين طالبين توقيعي. حلمكم توقيعي ان انتوا توقعوني وفي ناس تانية طالبين توقيعي. هي نفس الورد بلاي، الكلمه هي ولكن بتستخدمها بيبقى ليها دبل مينينج. في التراك ده بعد كده الباقي ما يعني فاهم في النص منه، بس في فلو بعد كلمه اوكي في التراك ده. بص اسمع كده. وانت جايه بشنطه وشكلك جايه على بيات اوكي طب اوكي نورت البيت اتمنى تكوني مش ضيف اتمنى القعده تكون عجباكي حسك هتقضي الصيف بوظت الميكروويف. حلو قوي الفلو ده قوي، يعني فاهم. عمل التراك كده بالنسبه لي تنفس صناعي، انه ماشي تمام. مش هحطه انه تراك وحش، بس هحطه انه تراك تمام. لو اشتغل مش هتضايق منه. بعد كده عندنا ازاي ترضي لي حبيبتي. ده تراك قرر يغني فيه، وده بروديوسد باي معجزه. صح، بروديوسد باي معجزه. وازاي ترضي لي حبيبتي اطعت من بعدك ازعل من بعدك فين طمك بعتك وازاي ترضي. اللحن حلو قوي قوي. وازاي ترضي لحبيبتي اتعب من بعدك تنتر ازعل من بعدك. حلو قوي، بس لسه انت محتاج سنه في الغنى. محتاج حاجه لسه، محتاج تدريب اكتر علشان الغنى يبان غنى، ما يبانش انه برضو رابر قرر يغني. يعني تخيل معايا التراك ده. انا عايز اقول حد انت بتحبه برضو علشان ما تبقى انت طفيتي ايه متي ماشي. مين مثلا؟ ليجاسي. اعتقد انه مفيش مشاكل مع ليجاسي يعني. فتخيل لو ليجاسي بقى اللي بيغني دي، فاهم، بادائه بطريقته. انت فاهم. ابو الانوار اكيد هيبقى فاهمني في النقطه دي. كان التراك ده هيروح في حته تاني. فانت لسه برضو على الغنى سنه، محتاج تدريب. بس عاجبني ان احنا بنحاول، وفي الحان كتير قوي قوي واضح انه ذاكر الحان الفتره الاخيره، زي مثلا في سيلافي. افرض انا الصحي ضايق يبقى السلافي الاستوديو بتاعي كوزي تحسه في الدوسي يسط الدنيا صعبة فسم يتوكل على الله باصص انا في طبقي وكله باصص لي فيه. طبقتك يا صاحبي، طبقتك وهو بتغني بس في الرايق وبتاعتك. التانية اعلى منك سنة. فلما رحت لها بحشرجة شوية. فانا فاهم ازاي ترضي لحبيبتي اتعب. انت في الشجن منه، بس هي ما كانتش محتاجة ده. لكن في سيلافي مظبوطة ولايقة عليك. ملخصا، علشان احنا كده تقريبا عدينا على فضل التراك مش بشرب، وده عملنا عليه فيديو لوحده لانه نزل قبل كده. ملخصا ده ابو الانوار جديد. ابو الانوار جديد عجبني. ابو الانوار زي ما ابي يوسف كتب عنه، ابو الانوار الناضج اللي بيحاول يطلع مزيكا جديده بافكار جديده. زي ما قال في تراك مش فاكر انهي واحد فيهم، انا بحاول اعمل ويف. هو ممكن يكون فعلا بيحاول يعمل ويف جديده لنفسه لايقه عليه، يخلق بيرسونا جديده يقدر يعيش بيها، يكون هو راضي عنها، وفي نفس الوقت تبقى خلقت له جمهور. مش هيبقى جمهور عريض برضو، لانه الحاجات اللي شبه كده بيبقى ليها جمهورها. هي مش زي ما قلنا مش العو جه العو حاضر، مش اللي هو تيجي الناس بتسمع لينا وانت يا اسطى الله يعينك. دي كسرت مصر، بس دي
مصر كلها تقدر تسمعها. ده مش مصر كله تقدر تسمعه، حاجات معينه هي اللي الناس تقدر تسمعها، ناس معينه اللي بتحب التايب ده من المزيكا وبتحب الاكسبيرمنت شويه، بتحب تسمع الكلام اللي ممكن يتكلم عنك اكتر ما تبقى اغنيه حلوه. فعاش ابو الانوار يعني مش عايز ادي درجات، انا ما بعملش كده، رغم ان اسلام مهدي بتفرج عليه على طول بيعمل كده عادي، بس يعني حاسس ان احنا لا ما نديش درجات. بالنسبه لي البوم، انا ما افتكرش اصلا البوم لابو الانوار انا مثلا سمعته كله واتبسطت زي ما انا سمعت ده واتبسطت، يعني كان بيبقى مثلا بطلع لي بتراكين 3، بس انا المره دي على الاقل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تراكات، انا طالع ب7 تراكات، يعني زي الفل، طالع ب7 تراكات انا هبقى عايز اسمعهم، الباقيين لو اشتغلوا مش هتضايق. ده تطور حلو قوي 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 قوي، وكده نقدر نقول انه الحمد لله على السلامه ابو الانوار. يا صاحبي لو وصلت للحته دي في الفيديو، انت عارف ان انا بحبك فشخ، ان انا على يوتيوب ببقى رغاي قوي قوي، بس يعني انتوا اللي قلتوا كده، وانتوا اللي بتبقوا عايزين التراكات الفيديوهات الطويله اكتر. يعني طاجن اللحمه بالبصل يلا انا هقوم اخلي امي تعمله.